فيلم النهاردة ممتع جدا. قبل ما نبدأ الفيلم صلي على النبي في الكومنتات ويلا بينا. الفيلم بيبدأ مع أمه عندها 24 سنة وبنعرف إن اسمها جوي، وبتبقى عايشة في أوضة صغيرة مع جاك ابنها. وبتكون الأوضة دي فيها بانيو وقعدة حمام في ركن ومطبخ صغير في الركن التاني. وبتنام الأم على نفس السرير لأن الأوضة صغيرة جدا، وبيكون باب الأوضة مقفول ومحتاج رمز سر علشان يتفتح. وبيكون الطفل جاك عمره ما خرج من الأوضة ولا شاف العالم الخارجي، لأن أم جوي كانت مخطوفة من راجل اسمه نيك من 7 سنين فاتوا، وحبسها نيك في الأوضة، ومن وقتها عمرها ما خرجت منها. وبيكون الطفل جاك ده هو نتيجة للاعتداء الجنسي اللي بيمارسه نيك على جوي. وبتكون وسيلة التسلية الوحيدة في المكان لجاك هي تلفزيون قديم، واللي جاك بيفتكره صندوق سحري. وبيفتكر جاك إن الناس اللي جوه التلفزيون فضائيين وعايشين على كوكب تاني. وبيصحى جاك من النوم وبيسلم على الحاجات اللي موجودة في الأوضة، زي الكرسي والدولاب وهد الحمام، لأن بسبب إنه ما شافش غير أمه ونيك في حياته. وبيكون معتبر جاك إن الأساس اللي في الأوضة ده هم أصحابه، وبيكون فاكر إن الكون عبارة عن الأوضة اللي هو عايش فيها بس. وبيجي نيك كل ليلة الأوضة وبيعتدي على جوي، وجوي بتبقى اتعودت على ده بعد 7 سنين من اللي بيحصل فيها. وبيجيب لهم نيك أكل وهدوم يلبسوها كل فترة للتانية. وبيبقى جاك متحمس عشان النهاردة يوم عيد ميلاده، وبتعمله أمه تورتة بالحاجات القليلة اللي عندهم في المطبخ الصغير. وبيكون جاك فرحان جدا علشان أمه عملت له تورتة زي اللي بيشوفها في التلفزيون، بس بيزعل لما مبيبقاش عليها شمع. وبيقول لأمه إنها المفروض كانت تطلب من نيك إنه يجيب شمع يوم الحد. وبيبقى يوم الحد ده هو اليوم اللي نيك بيجيب لهم أكل وملابس، فبتقول له إنها ممكن تطلب من نيك الحاجات الضرورية بس. وبالليل بتودي جاك في الدولاب علشان تنيمه، علشان ما يشوفش نيك وهو بيعتدي عليها. وبيدخل نيك الأوضة وبيشوفه جاك من خلال فتحة موجودة في الدولاب، وبيلاحظ إنه بيأذي والدته، وبيكون خايف يخرج من الدولاب أحسن يأذيه هو كمان. ولما بيصحى جاك تاني يوم من النوم بيكون فرحان جدا بسبب العربية اللي جابها له نيك في عيد ميلاده. وبيكون فاكر جاك إن نيك ساحر وبيعرف يجيب الحاجات اللي بتظهر على التلفزيون. وبعد فترة بيصرخ هو وأمه اتجاه الشباك، وهما بيحاولوا يشدوا انتباه أي حد علشان يساعدهم، بس كالعادة مفيش أي حاجة بتحصل. وفي مرة هما بيتكلموا مع بعض بيتكلم جاك عن الكلب لاكي صديقه الخيالي، وبتقوله جوي إن لاكي ده مش حقيقي. ولما بتكون جو مش واخدة بالها بيلاقي جاك الطفل الصغير فار على الأرض، ولما بيحاول يلمسه بتاخد جوي بالها وبتبعد الفار عن ابنها. وبيكون جاك متضايق علشان ده الحيوان الوحيد اللي شافه في حياته. ولما بيجي نيك بالليل بيكون متضايق جدا، وبيطلع انه اتفصل من الشغل من 6 شهور. وبيكون صعب عليه انه يصرف على نفسه وعلى جوي وعلى ابنها. وبيحاول جاك وهو في الدولاب انه ما يعملش اي صوت، ولكنه بيتحرك وبيسمع نيك صوته، وبيحاول انه يفتح الدولاب. فبتنده جوي على نيك وهي على السرير عشان تشتت انتباهه ويبعد عن ابنها. وبالليل متأخر بيخرج جاك وهو بيتسحب من الدولاب بهدوء، بس بيطلع ان نيك صاحي وبيشوف جاك وهو بيحاول يقرب منه، بس جوي بترمي نفسها على نيك علشان تمنعه إن يلمس ابنها. وبيتعصب نيك وبيضربها وبيهددها بالقتل. وبيمشي من الأوضة وبيسيب جاك وهو بيعيط مع أمه، وبتهدي أمه وهو بيعيط في حضنها، وبيعتذر لها جاك على إنه خرج من الدولاب. وفي تاني يوم بتكون درجة الحرارة برد جدا بشكل غير طبيعي، وبتلاحظ جوي إن الدفاية اتطفت، وده علشان خاطر نيك فصل الكهرباء على الأوضة علشان يوفر في الكهرباء. وبتبقى جوي عارفة إنها مش هتعرف هي وابنها يفضلوا عايشين في البرد ده، وبتجيب البطاطين من الدولاب. وبتكون خايفة من ظروف نيك المادية هتخليها هي وابنها إن يموتوا من الجوع، فبتقعد مع ابنها وبتقوله على الحقيقة، وإنهم محبوسين من الأوضة دي من قبل شخص شرير. وبتقوله إن نيك خطفها لما كانت عندها 17 سنة، وهي كانت بتساعده بخصوص كلبه المريض، وإن قبلها كانت عايشة مع عيلتها في بيت كبير وجميل وفيه مرجحة كبيرة. وبيرفض جاك إنه يصدق كلامها، وبيقول لها إن الأشجار والبيوت والمراجيح موجودين بس في التلفزيون. وبيفضل عنيد مع أمه وهي بتحاول تقوله على الحاجات اللي في العالم الحقيقي بره الأوضة. وبتوريه ورق الشجر اللي لونها بني بسبب إنها ناشفة وهو على الشباك، بس جاك ما بيصدقهاش، وبيقول لها إن أوراق الشجر لونها أخضر مش بني، وبيقول لها إنها كذابة. وفي تاني يوم لما بيتفرج جاك على التلفزيون بيسأل أمه لو الناس والأشجار موجودين فعلا، وبتقعد معاه وبتكلمه بهدوء وبتحكي له على الحاجات اللي بره الأوضة، وبيصدقها جاك أخيرا. وبتقرر جوي إنها تعمل خطة للهروب، وبتغلي مية وبتعمل بيها كمادات لجاك علشان بيبان إنه مريض وحرارته عالية. وبتحط جوي إيديها ببقها علشان تعرف ترجع على السرير كأن جاك هو اللي عمل كده علشان يبان إن هو مريض.
ما بيستحملش جاك الريحة الوحشة وبيقول لها إنه رافض إنه ينفذ الخطة، وبتبقى جوي مش قادرة تشوف ابنها كده. ولما بيوصل نيك بالليل بتقول له جوي إنه جاك جاله برد بسبب درجة حرارة الأوضة الباردة، فبيحسس نيك على جبهة جاك وبيلاقيها سخنة، ولكن كل اللي بيعمله إنه بيقول لها إنه هيجيب مضادات حيوية لجاك بكرة. وبتكون متضايقة جوي لأن الغرض من الخطة إنه يوديه للمستشفى، ووقتها يعرف جاك إنه يهرب ويطلب المساعدة لأمه. وفي تاني يوم بتفكر جوي في خطة جديدة للهروب، وبتطلب من ابنها إنه يمثل إنه ميت وبتلفه في سجادة، وبتمرنه على إنه يتدحرج من السجادة، ووقتها يشوف ناس ويطلب منهم إنهم يلحقوه. وبتقول له إن جاك هيوريه العالم الحقيقي بره، وساعتها هيشوف ناس ويطلب منهم المساعدة. وبيبقى جاك خايف ولكنه بيوافق إنه ينفذ الخطة. ولما بيوصل نيك بعد فترة بتكون جوي لفت جاك في السجادة، وبتمثل إنها بتعيط وبتقول إن ابنها مات بسبب مرضه، وبتلوم نيك على موته. فبيخاف نيك وبيتحرك بسرعة بالسجادة اللي فيها جاك، وبيخرج من الأوضة وبيحطه في صندوق عربيته النقل. وبيحس جاك وهو جوه السجادة بحركة العربية، وبيتدحرج بالسجادة وبيعرف إنه يتحرر منها. وفجأة بيشوف السما والأشجار لأول مرة في حياته. ولما بيهدي نيك العربية بيخرج جاك من الصندوق بتاع العربية، وبيفضل يجري وبيطلب المساعدة. وبيشوف نيك اللي بيحصل فبيوقف العربية وبيمسك جاك، بس بيكون في راجل كبير ومعاه كلب وشاف جاك، وبيكشف تصرفات نيك مع الطفل وبيهدده إنه هيطلب الشرطة. فبيسيب نيك جاك وبيهرب بالعربية بسرعة، وبيفضل جاك نايم على الأرض في الشارع لحد ما بتنقذه الشرطة. وبيقول لهم جاك على أمه وبيطلب من الشرطة المساعدة، وبيحكي لهم حكاية إنهم في أوضة ومش عارفين يخرجوا منها ومش مسموح لهم بالخروج. فبيستوعب الضابط خطورة الموقف وبتتحرك الشرطة فورا وبتروح للأوضة. وبعد ساعات بيتم إنقاذ جوي، واللي بتكون بأمان وما أذاهاش نيك، وبتحضن جوي ابنها وبتشكرها على اللي عمله. وبيحتفلوا بحريتهم بعد حبسهم لمدة 7 سنين من غير ما يشوفوا الشمس. ولما بيصحى جاك من النوم تاني يوم بيلاقي نفسه على السرير في المستشفى، وبيبص جاك من الشباك وبيبقى لسه مش مصدق اللي هو شايفه في العالم الحقيقي. وبيستحمى مع أمه لأول مرة في الحمام بعد ما كان خايف إنه ينزل تحت الدش، لأنه كان دايما بيستحمى في البانيو. وبيعمل الدكاترة عليهم فحوصات وبيطلع لهم إن الصحة بتاعتهم كويسة، وبينصحهم الدكتور إنهم يدهنوا واقي الشمس على جسمهم لأن جسمهم مش متعود على ضوء الشمس. وبيقول للدكتور لجاك إنه يلبس نظارة شمس لو النور بيتعب عينه. وبيبقى جاك خايف وما بيتكلمش مع الدكتور، وبيهمس في ودان أمه علشان تقول للدكتور على اللي هو عاوز يقوله. وبيوصل والد جوي للمستشفى مع أمها نانسي، وبيحضنوا بنتهم بعد ما كانوا ما بيشوفوهاش لمدة 7 سنين متواصلة، وهم متأثرين لأنهم كانوا فاكرين إنهم مش هيشوفوا بنتهم تاني، وإن بنتها ماتت من يوم اختفائها. وبتعرف جوي إن أبوها وأمها اتطلقوا، وإن أمها في علاقة مع راجل اسمه ليو. وبيروح جاك مع أمه وعيلته للبيت، ولما بيوصل بيلاقوا صحفيين وناس كتيرة مستنياهم علشان يعملوا لقاء معاهم. بيبقى جاك مش متعود إنه يمشي على السلالم، وبتساعد أمه على ده. وبيقابلهم ليو اللي بيكون فرحان جدا لما بيشوفهم بخير. وبتقول نانسي إنهم لازم يقصوا شعر جاك الطويل، ولكن جاك بيرفض وبيهمس في ودن أمه وبيقول لها إن شعره هو مصدر قوته. وبتاكل العيلة مع بعض لأول مرة، وبيكون جاك بياكل أكل كويس. وبتبدأ جوي إنها تجيب لابنها مرجحة شبكية كبيرة زي ما كانت بتقوله في الأوضة. وأثناء ما هم بيلعبوا ونايمين مع بعض على المرجحة بيطلب جاك من أمه إنهم يزوروا الأوضة اللي كانوا محبوسين فيها. فبتستغرب جوي من طلب ابنه ولكنها بتوافق. ولما بيدخل جاك الأوضة بيحس إن المكان بقى صغير جدا، وإنه لما كان محبوس في المكان ده كان بيشوفه أكبر من كده بكتير. وقبل ما بيمشي بيودع جاك الأساس وبيسلم عليه زي ما كان بيعمل دايما وهو محبوس. وبس كده يا سيدي، وبينتهي الفيلم هنا. لو عجبك الفيلم لايك واشتراك، وقول لنا حابين نتكلم عن فيلم ايه الفيديو اللي جاي. الحلقة دي كتبتها مامة نيلي، وسجلها ومنتجها والد نيلي. سلام.